هي العربيات الكهرباء ممكن تعطل؟ تعالى يا سيدي اقول لك وركز معايا. ما نقدرش ننكر ان معظم مشاكل عربيات البنزين انتهت، عشان زي ما قلنا قبل كده العربيات الكهرباء ما فيهاش فتيس معقد، ما بتحتاجش زيوت ولا بوجيهات. طب ايه المشكله اللي ممكن تواجهني او تعطلني؟ انا اقول لك يا سيدي. واحد، البطاريه مع الوقت بتفقد جزء من سعتها، وده شيء طبيعي خصوصا لو بتشحنها شحن سريع او بتسيبها فاضيه كتير، وفي حالات نادره ممكن يحصل مشكله في نظام التبريد او في الخلايا بتاعتها. ايه الحل؟ تشحنها صح وتحافظ على مستوى الشحن بين 20 و 80%، يعني لا تشحنها للاخر ولا تسيبها فاضيه. تاني حاجه الموتور الكهرباء. موتور الكهرباء نادر جدا ان هو يعطل، بس ممكن يحصل لو الحراره عاليه او في مشكله في الاسلاك. تالت حاجه بقى الانفرتر، وده اللي بيحول كهرباء البطاريه من دي سي لاي سي. اي مشكله فيه ممكن توقف العربيه او تدخل العربيه في السيفتي مود. الحل ايه؟ انك تلتزم بالصيانه عشان نشيك على الاجزاء دي. رابع حاجه معانا وهي اللو فولتج سيستم. العربيه مليانه كمبيوترات لكل حاجه، فرامل، تكييف، بطاريه. خامس حاجه بقى مشاكل الشحن. ازاي تشحن صح؟ دايما اشحن عربيتك بكهرباء اي سي اللي هي كهرباء البيت. لو وراك مشوار او مستعجل ممكن تشحنها شحن دي سي اللي هو الشحن السريع، بس خلي بالك كتر استخدام الدي سي بيقلل عمر البطاريه. وعشان تتجنب كل المشاكل دي التزم بالصيانه في VW جراج. وبكده ابقى جاوبتك على سؤالك.